السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القسمة المطولة للمرة ال15 مليون. بصوا يا شباب، أنا بعمل القسمة المطولة دي لما بيكون عندي درجة البسط أعلى من درجة المقام أو بتساويه. طيب لو درجة البسط أقل من درجة المقام هل هعملها؟ أكيد لأ. ليه؟ لأن كده الدالة الكسرية عندي بتكون موجودة في أبسط صورة. طيب مثلا أنا بحل بارشل فراكشن أو إن أنا عايزة أبسط المسألة بتاعتي علشان أعمل خطوة تكامل مثلا، فأنا هبص الأول على المسألة اللي هي عبارة عن دالة كثيرة حدود على دالة كثيرة حدود. بالنسبة للبسط درجته كام؟ هنا من الدرجة التالتة. المقام من الدرجة التانية، يعني درجة البسط أعلى من درجة المقام، فأنا لازم هعمل القسمة المطولة. القسمة المطولة دي خطواتها سهلة وبسيطة قوي. أول حاجة بعمل علامة القسمة دي، تمام، وهنا بحط البسط، هنا بحط المقام زي ما أنا عاملة كده. طيب اول حاجة انا حطيت البسط وحطيت المقام. خطوات القسمة بقى هعمل ايه؟ هقسم اول حاجة من البسط على اول حاجة من المقام، والناتج هحطه فوق. مش انا اصلا بقسم البسط على المقام، فانا هقسم اول حاجة من البسط على اول حاجة من المقام والناتج هحطه فوق. 3 اكس تكعيب على اكس تربيع بكام؟ ب3 اكس. هاخد ال3 اكس دي واقوم ضرباها في كل المقام. خلاص كده، فانا هاخد ال3 اكس اللي عندي دي واضربها في كل المقام. 3 اكس في اكس تربيع بكام؟ ب3 اكس تكعيب. 3 اكس في -1 بسالب 3 اكس. الخطوة اللي بعد كده هطرح زي ما انا حاطة الطرح كده، هحط هنا ناقص وهنا ناقص. 3 اكس تكعيب ناقص 3 اكس تكعيب بكام؟ ب0، مش هكتبه. -2 اكس تربيع ناقص ايه ده مفيش هنا اي حاجة فيها اكس تربيع، فانا هنزل -2 اكس تربيع. طيب بعد كده موجب اكس ناقص ناقص يعني ايه؟ يعني زائد. موجب اكس زائد 3 اكس ب4 اكس. بعدين هنا -5 وهنا مفيش اي كونستانت فنزلت -5. خلاص كده اللي انا عملته ده خفف لي شوية درجة الايه؟ درجة البسط. مش احنا اتفقنا ان هنا بنحط البسط صح كده ودوت المقام؟ فانا هنا درجة البسط بقت من الدرجة التانية، درجة المقام من الدرجة التانية، درجة البسط بتساوي درجة المقام، فانا هكمل في القسمة المطولة. خلاص كده هعمل ايه؟ نفس الكلام، هقسم اول حاجة على اول حاجة والناتج هحطه فوق. خلاص كده -2 اكس تربيع على اكس تربيع بكام؟ ب2. بعد كده هعمل ايه؟ -2 دي هقوم ضرباها في كل المقام ده. -2 في اكس تربيع ب2 اكس تربيع. -2 في -1 بموجب 2. الخطوة اللي بعد كده هطرح، احط ناقص واحط ناقص. -2 اكس تربيع ناقص ناقص يعني زائد، يبقى زائد 2 اكس تربيع بكام؟ ب0، مش هكتبه. طيب بعد كده هنا موجب 4 اكس وهنا مفيش اي حاجة فيها اكس فنزلت الموجب 4 اكس. -5 ناقص 2 بكام؟ بسالب 7. وكده انا خلصت. عرفت ازاي اني خلصت؟ لان وصلت الى ان البسط عبارة عن من الدرجة الاولى اما المقام من الدرجة التانية، يعني درجة البسط اقل من درجة المقام. وكده كده انا وصلت لابسط صورة. هحط الناتج ازاي؟ ركزوا معايا واحفظوها كده. الناتج عبارة عن خارج القسمة زائد الباقي على المقسوم عليه. تاني، خارج القسمة زائد الباقي على المقسوم عليه. خارج القسمة ده اللي خرج من القسمة. بصوا يا شباب، لما انا قسمت هنا، لما قسمت اول حاجة على اول حاجة والناتج حطيته فوق، فوق ده اللي هو مين؟ اللي هو اللي خرج من القسمة صح كده؟ فبالنسبة لي 3 اكس ناقص 2 هو ده خارج القسمة، فحطيته اهو زائد الباقي على المقسوم عليه. الباقي ده مين؟ الباقي ده اللي هو ال4 اكس ناقص 7 اللي اتبقالي، اللي هو بالنسبة لي بقى البسط دلوقتي صح كده؟ على المقسوم عليه ده مين؟ اللي هو المقام. خلاص، وانا كده خلصت القسمة المطولة بتاعتي. اروح اشوف بقى انا اصلا كنت بحل ايه، كنت بحل بارشل فراكشن ولا كنت بحل ايه بالظبط، لان القسمة المطولة دي هي خطوة في مسألة صح كده. فراح اشوف بقى ايه مسألتي كانت بتقول ايه. واحنا كده خلصنا يا شباب، مع السلامة.